شكرا أخ الرئيس. الحقيقة أن الحكومة أتت اليوم يعني لم تردنا بأي حل. أتت اليوم تستمع إلينا فقط. أتت بعد حوار طويل لأكثر من شهر، وأتت لنا بمصفوفات لكنها لا تمتلك أي حل. على الحكومة أن تعترف اليوم أنها لا تمتلك أي حل. إذا كانت تبحث عن الحلول في المجلس فعليها أن تطلب ذلك رسميا، ونحن سنتقدم لها بمشروع متكامل كيف تعمل، وإلا فعليها أن تتحمل مسؤوليتها وتقول لنا من أين ستصرف المرتبات. الحكومة في جميع مصفوفاتها واطلعنا عليها على مدى الثلاث الأيام الماضية كانت كلها تتهرب بل وتخالف برنامجها الحكومي. برنامجها الحكومي لا يتفق مع مصفوفة التي قدمته. كل يوم لنا آراء ولنا بدائل ونبحث عن حلول. أنا أزكي ما طرحها الأخ وزير التجارة والصناعة الشيخ عبدابش. هناك حلول كثيرة لكن الحكومة لا تتلمسها بواقع وجد. الحكومة لم تجبنا على سؤال وحيد: أين فوارق النفط والغاز اللي يباع في السوق اليمنية؟ وجميعنا في مجلس النواب والوزراء والمواطنين نسلم فوارق تزيد على 1500 إلى 2000 على السعر العالمي. أنت الأخ رئيس المجلس تحدث في أول جلسة عن تكلفة النفط وإيصاله إلى الموانئ اليمنية. الفارق هذا إلى جيوب من يذهب؟ على الحكومة أن تحدثنا عن هذا الفارق وسيدفع المرتبات. نحن لا نطالب الحكومة غدا أن تصرف مرتبات، ولكن تقول لنا من أين ستأتي بالمرتبات، وعلى المجلس أن يعطيها الصلاحية ويعطيها القرارات والقوانين لتؤيد كيف تذهب في عملها لمنح الرواتب. إذا الحكومة غير قادرة على التفكير من أين الحلول فالأولى أن تعترف بهذا، وعلى المجلس أن يكون له قرارات تجاه هذه الحكومة. نحن أتينا بهذه الحكومة لإنقاذ الوطن. أتينا بالحكومة وسميت حكومة إنقاذ لإنقاذ الوطن. مش معقول إحنا أتينا حكومة الآن تدور من ينقذها أو نرجع ننقذها إحنا. يعني عليها أن تفهم أن اسمها حكومة إنقاذ. إذا لم تنقذ الوطن لا داعي لبقائها. أكرر للألف أين موقف الحكومة إذا أرادت أن تنقذ الوضع الاقتصادي من ما يجري في البنك المركزي؟ لماذا الحكومة ما تتخذ قرارات صريحة وصادقة مع نفسها تجاه البنك المركزي؟ هل نحن نعترف بالبنك المركزي في عدن؟ على الحكومة أن تعترف وتتعامل مع البنك المركزي في عدن، وإلا فعليها أن تفعل البنك المركزي في صنعاء ولا تعترف بالقرارات التي أعاقت حركة البنك. ومن إصلاح البنك المركزي نستطيع إصلاح ما بعده. على الحكومة أن تقول لنا أين رواتب المتقاعدين وأموال التقاعد؟ أشتغل المتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء فيما نحن فيه من مشكلة. رواتب المتقاعدين نريد شفافية من الحكومة، وكنت أتمنى أن تقول ذلك في المصفوفة المقدمة. أين رواتب المتقاعدين؟ أين أموال التقاعد البالغة لأكثر من تريليون و200 مليار للقطاع الخاص والعام في البنك المركزي؟ أين هذه الأموال؟ وإلا فعلى الحكومة أن تحاسب قيادة البنك المركزي وقيادة المالية العامة الذي نهبت هذه الأموال إذا كانت منهوبة، وإلا فعليها أن تصرف رواتب المتقاعدين بلا تأخير. هل نستطيع من جلسة اليوم أن نأخذ التزام وحيد من الحكومة بصرف رواتب المتقاعدين على الأقل؟ وإلا سيقولوا ما في شيء إيرادات، سيقولون ما في إيرادات. أيش دخل المتقاعدين من الإيرادات؟ أموال التقاعد أكثر من تريليون و200 مليار داخل البنك المركزي، لماذا لا تصرف رواتب المتقاعدين؟ الموضوع الآخر الإعلام، وأزكي ما طرحه الشيخ خالد الصعدي. إذا كنا في هذا المجلس والحكومة غير قادرين على ضبط وزارة الإعلام بإعلان جلسات المجلس في القناة الفضائية، هل نتوقع أننا سنلزم الحكومة بأشياء أخرى؟ أتمنى من الأخ رئيس الوزراء ووزير الإعلام أن يحترموا الدستور والقانون، وأن يفكروا جيدا أن ما تقوم به وزارة الإعلام تجاه المؤسسة التشريعية والدستورية مخالف للقوانين ومخالف للدستور. وأتمنى من المجلس أن لا يهمل هذه القضية تجاه وزير الإعلام. وزير الإعلام ليس أكبر من الدستور والقانون، يحترمنا الدستور والقانون ومشينا فيه جميعا، يا ما بجداء إن احنا نتكلم عن دستور وقانون. ولذلك أكرر أخ الرئيس وأكرر، نحن مع اللجنة الذي اقترحتها، مع اللجنة، لكن نريد اليوم جواب من الحكومة. نريد جواب من الحكومة في موضوع الرواتب. اللجنة شيء
وإعداد الدراسات والخطط والمقترحات للمستقبل شيء، ونريد جواب واضح، نريد جواب حتى الشعب يعرف انه ما فيش مرتبات، خلاص ما فيش مرتبات. لكن نجلس نخلي الموضوع هكذا مفتوح، اعتقد اننا يعني اهدرنا وقتنا لاكثر من شهرين على الفاضي. شكرا اخ الرئيس.